طبعا لما بنعمل فراخ او لحمه مشويه بنبقى محتاجين كده شويه رز كده نحطهم تحت الفراخ او اللحمه، رز كده اصفر حلوين. فالنهارده ان شاء الله نعمل مع بعض طريقه رز حلوه جدا، هنعمل طريقه الرز البخاري مع بعض، طريقه سهله جدا وبسيطه وهتاخدي طعم رز حلو جدا جدا، وهينفع بقى في عزومات، تحت المشاوي، تحت الكفته، بيبقى طعمه وشكله تحفه زي ما انتم شايفين كده. يلا بينا على طول نبدا ونشوف عملنا الرز الجميل ده ازاي وقدمناه بسم الله ما شاء الله مع فراخ مشويه زي ما انتم شايفين كده. ان شاء الله الفيديو هينزل لكم بعد الفيديو ده باذن الله. يلا بينا نبدا ونشوف المكونات بتاعتنا ونشوف الطريقه. اول حاجه طبعا عندي جزر متقطع زي ما انتم شايفين كده شرايح، وعندي بصلايه كبيره متقطعه مكعبات بالشكل ده، وعندي بقى مجموعه من التوابل هنا، عندي بهارات كده هنقولها مع بعض ان شاء الله واحنا شغالين، وعندي صلصه طماطم. تمام، يلا بينا نعمل الرز ونبدا مع بعض ونشوف عملنا ايه. حطينا حله على النار تسخن كويس جدا، نزلت بزيت، تقدر تستعملي اي زيت انت عايزاه، ممكن تستعملي معاه قطعه زبده او سمنه طبعا براحتك، بس الزيت عندنا اساسي عشان الزيت بيفلفل معايا الرز. تمام، هقلب بقى في البصل لحد ما تصفر معايا، انا مش عايزه البصل تتحمر، عايزاها تصفر بس. واول ما تصفر هنبدا ننزل بالجزر. الجزر مقطعاه هنا شرايح زي ما انتم شايفين عشان خاطر يبقى باين معايا في الرز ويبقى شكله كده جميل معايا. تمام، هنقلب طبعا الجزر معايا هنا كمان بيديني تسكيره حلوه كده للرز، يبقى طعمها حلو ومميز معانا. بعد ما شوحت الجزر بالشكل اللي انتم شايفينه نزلت بمكعب من المرق، وكمان فصين من الثوم، وواحده ليمون من الليمون الناشف او اللومي، وهنقلب بقى كويس جدا. وبعدين هنبدا ننزل بنص كوبايه من صلصه الطماطم. صلصه الطماطم دي اللي احنا بنعملها في البيت يا بنات، اللي هي بنجيب الطماطم وبنسبكها كويس جدا على النار وبنعينها بنحتفظ بيها كده. لو الصلصه الجاهزه هتحطي بس معلقه واحده لان هي بتبقى مركزه اكتر. هنسيبهم كده يتشكشكوا مع بعض زي ما انتم شايفين، وبعدين هنبدا ننزل بالتوابل بتاعتنا اللي هي عباره عن ملح وفلفل ورشه قرفه، وكمان مستكه، وكمان حبهان، وكمان ورق لورا، وحطيت بهارات فراخ او بهارات لحمه. وهنقلب بقى كويس جدا جدا. طبعا لو عندك عيدان القرفه تبداي تحطي منها واحده تبقى احلى بكتير معاكي. وهنبدا بقى ننزل بالميه بتاعتنا، هننزل بمقدار الميه قد مقدار الرز بتاعنا. تمام، انا هنا هستخدم الرز المصري مش هستخدم رز بسمتي. هحط معلقه صغيره من الكركم عشان تحلي كده لون الرز، وهغطي عليه واسيبه بقى لحد ما يغلي. واول ما يغلي طبعا معانا هننزل بالرز بتاعنا. طبعا زي ما قلت لكم احنا النهارده مستخدمين الرز المصري، لو هتستخدمي الرز البسمتي طبعا بيفرق في كميه الميه اللي بتحطيها. تمام، بتحطي طبعا كميه ميه اكتر بكتير. هنقلب الرز تقليبه كده، وبعدين برضو هنغطي عليه ونسيبه لحد ما يستوي. وقبل ما يستوي نحط له كده قرن فلفل يديله طعم حلو، كمان يشطشط معانا شويه. فتحت على الرز زي ما انتم شايفين، وهبدا اديله تقليبه بسيطه، وبعدين هنبدا نوطي عليه ونغطيه تاني ونسيبه لحد ما يستوي خالص. وبعدين نبدا بقى نغرفه بألف هنا وشفاء. هتبداي بقى تغرفيه وتقدميه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طبعا طريقه الفراخ ان شاء الله تنزل لكم الفيديو القادم. يا رب ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير، وتدعموا الفيديو بكومنت كده جميل منك، واشوف وشك على خير فيديو جديد باذن الله. باي باي.